دخل ابوي بطني عوره، اروح ورد ليله مكسوره. لو سمحت ما له داعي تصارخ، هدي اعصابك خلنا نتفاهم. الا بصارخ وبصارخ، اصلا انتم ماكلنا بالصراخ. ابوك عنده مشكله فيها هشاشه عظام. اي عاد الحين طلع حجج واعذار، هشاشه ما هشاشه. خير دكتوره نوره، صوت صراخكم واصل لاخر الممر. الاخ زعلان وقاعد يصرخ لان ابوه طاح وانكسرت ايده، بس مو في قسمنا، في قسم ثاني. عاد قسمكم وقسمكم هاي ما يهمني، انا اللي اعرف ان انتم اذيتوا ابوي وراح اشتكي عليكم واطلع حقي منكم يا المجرمين يا الحراميه. روح اشتك. لا تطالعني كذي، شوف لك محامي شاطر وعطى مبلغ كبير وروح اشتك. اي بشتكي ابوكم، بخاف منكم، بشتكي وبطلع حقي منكم. انت اصلا مالك حق عندنا. التقارير تقول ان ابوك عنده هشاشه عظام، والاطباء معطينا مقويات لمده 2 سنين، هو لا اخذ له ادويه ولا راجعنا، والسبب مالكم. اصلا انا كنت مشغول. هالحكي قوله في المحكمه، لا تقول لي انا.